بيبدأ فيلمنا مع داريل واللي بيكون طالب جامعي في قسم الاقتصاد، وبنشوفه بياخد الجداد من الجامعة في جولة لكل مكان فيها. وبيروح داريل في وسط الجولة يوصل طرد بريد من الجامعة لدكتور ويدن، واللي بيكون واحد من دكاترة قسم علم النفس العصبي، وبيديله داريل الطرد وبيلاقي فار لونه ذهبي وبيستغرب شكله. فبيسأل ويدن عن الفار لكنه ما بيهتمش بسؤاله وبيقول له يخرج بره. وبيرجع داريل على بيته وبنعرف انه بيحب الاقتصاد ورائد فيه جوه الجامعة. وبنشوف داريل نايم قدام التلفزيون وبيصحى على صوت التليفون، وبنلاقي امه اللي بتتصل علشان تطمن عليه. وبنشوف ام داريل بتسأله عن الشغل الجديد اللي هينزله عشان يقدر يحسن من دخله ويبعت لها فلوس. فبيقول لها داريل ان الشغل الجديد مش هيكون سهل عليه، وده عشان في منافسة كبيرة عليه من كذا واحد غيره. وبنعرف ان الشغل الجديد انه يبقى محلل اقتصادي في شركة استثمار كبيرة. وبيقول لها تطمن هي وباقي اخواته عشان هو المرشح الاول للشغل الجديد في الشركة. وبيقابل تيم واللي بيكون مشاركه في السكن عشان يقدر يدفع ايجار البيت، وبيقول له ان صاحب البيت كلمه لازم يدفع الايجار في اسرع وقت. وبيروح داريل لمطعم الجامعة عشان يشتغل فيه مؤقتا لحد ما تبدأ مسابقة الشغل الجديد. وبيقابل سكوت واللي بيكون طالب معاه في نفس الجامعة وغني جدا بسبب ابوه اللي بيكون واحد من اكبر رجال الاعمال في البلد. وبيقول له انه هيدخل المسابقة وهيكون اكتر واحد يستحق الوظيفة، وده عشان سكوت محقق كل الشروط فيها. وبيروحوا يحضروا اول اجتماع للمسابقة، وبنعرف انه شروط الشغل ان الموظف الجديد يكون محقق بطولة في نادي رياضي وعنده درجات عالية في دراسته الجامعية ومشترك في نادي اجتماعي من أندية الجامعة. وبيدخل عليهم تايسون واللي بيكون سمسار في الشركة، وبيقول لهم ان كل اللي قاعدين هيصفوا الخمسة بس، ومن الخمسة هيتم اختيار الموظف الجديد في الشركة. وبيروح داريل لنادي الهوكي في الجامعة بتاعته وبيطلب من المدرب انه يدخله مع باقي اللعيبة عشان يبدأ يحقق شروط، لكن المدرب بيرفض وبيقول له انه مستواه ما يأهلوش يلعب معاهم. وبيشوف تيم في فريق الهوكي وبيطلب منه يحاول يقنع المدرب يخليه يلعب معاهم في الفريق، وبيوافق تيم وبيقنع المدرب بداريل. وبيجربوا المدرب في مركز حراسة المرمى وبيخلي باقي اللعيبة تسدد عليه. وبنشوف داريل مش عارف يصد حاجة وبيبان انه فاشل في الهوكي ومش متمكن في اللعبة. وبنشوف داريل بينظف حديقة الجامعة وبيقرأ إعلان لدكتور ويدن ومكتوب فيه انه لو عايز يكسب فلوس يبقى لازم يتواصل معاه. وبيروح داريل للمعمل بتاعه وبنعرف ان ويدن هيعمل تجارب علمية ومحتاج ناس يجرب عليها اختراعه. وبتقول السكرتيرة لكل المشاركين في التجربة ان ممكن يكون فيها مخاطر صحية عليهم، وبتبدأ تقول لهم الامراض اللي ممكن تجيلهم. والناس بتقل من المكان وبترفض تشارك كل ما الامراض بتزيد، ما عدا داريل اللي بيكون نايم في نص كلام السكرتيرة وبتصحيه بعد ما بتخلص تنبيهاتها. وبيدخل داريل للمعمل وبيوريله ويدن الاختراع اللي هيتجرب عليه، وبنعرف انه اختراع بيخلي حواس الجسم تشتغل فوق مستواها الطبيعي ب10 اضعاف، وده هيخليه شخص خارق. وبيديله ويدن المحلول اللي في الاختراع وبيقول له انه لازم ياخد منه 6 سنتي كل يوم قبل ما ينام بانه يحقن المحلول في جسمه. ولما ياخد المحلول في المرة الاولى هيبقى متوتر ومش عارف يتحكم في نفسه. وبيسأله داريل عن المبلغ اللي هياخده مقابل التجربة، فبيقول له ويدن ان هياخد $3000 لما التجربة تنتهي. وبيرجع داريل على البيت وبيقابل تيم على الباب وبيبلغوا تيم ان مدرب الهوكي مش عايزه يكون في الفريق عشان مستواه وحش. فبيقول له داريل انه مش مهتم بالهوكي ولا باللعب وانه بيعمل كده علشان شروط الوظيفة الجديدة مش اكتر. وبيروح داريل لنادي اجتماعي من أندية المدينة وبيكلم واحد من النادي عشان يخليه ينضم معاهم لكنه ما بيهتمش بكلامه. وبيقابل جانيس اللي بتكون طالبة معاه في نفس الجامعة وبيبان ان داريل معجب بيها، وبيقترح عليها يخرجوا في مرة سوا علشان يتعرفوا على بعض اكتر. وبتقول له جانيس انها هتفكر في الموضوع وترد عليه. وبيروح داريل يقعد مع باقي الشباب واللي سكوت منهم، وبيقول لداريل انه عمره ما هيكون موظف الشركة ويستحسن يخرج بره النادي. وبيمشي داريل من النادي وبيكون متضايق من اللي سكوت عمله، وبيدخل البيت وبيقرر انه ياخد محلول دكتور ويدن وبيحقن داريل نفسه بيه. وبيروح تاني يوم للامتحان الاول في مسابقة الوظيفة، وبنلاقي داريل بيعمل حركات غريبة ومش بيتصرف بشكل طبيعي. وبيبدأ داريل يسمع اقل الاصوات حواليه بشكل عالي، وبيصدع من كتابة القلم وعقرب الساعة وما بيكونش قادر يركز في الامتحان.
وبيتعصب داريل عليهم بسبب الأصوات اللي بتضايقه وبيكونوا مستغربين كلامه، وبيقوله المراقب يقعد مكانه ولو اتعصب تاني هيحرمه من الامتحان. وبيكدب داريل عليه وبيقوله إن دي متلازمة عنده وإنه ما كانش قاصد يتعصب. وبيروح بعد الامتحان لدكتور ويدن وبيقوله إنه سقط في الامتحان بسبب المحلول اللي اخترعه وحاسس إنه عايز يهرش في جسمه كله. وبيقوله ويدن إن كل اللي فيه بيدل على نجاح الاختراع وإنه هيبقى كويس لما جهازه العصبي يتكيف مع وجود المحلول في جسمه. وبيرجع داريل على البيت وبيغطي كل حواس جسمه وبيشوفه تيم وبيستغرب من شكله. وبيقوله داريل إنه مش من قائمة المتأهلين في فريق الهوكي وبيتأسف له تيم وبيقوله يشوف حل تاني. وبيخلع داريل كل الحاجات اللي مغطي حواسه بيها وبيقف جنب شباك في البيت وبيلاقي نفسه شايف وسامع حاجات بعيدة عنه بمسافات. وبنعرف إن المحلول أثر فيه وفي حواسه بقت شغالة بشكل خارق. وبنروح لمطعم الجامعة وبيكون في حفلة لل5 اللي اتأهلوا من أول امتحان، وبيكون داريل مش من ضمنهم عشان سقط في الامتحان الأول. وبيخدم على أفراد الحفلة وبالأخص تايسون وسكوت وبيرحب بيهم وبيقول لهم إنه تحت أمرهم في أي حاجة يطلبوها. وبيتكلم تايسون مع سكوت وبيسأله عن الوضع الاقتصادي للبلد وما بيبقاش سكوت عارف يرد عليه من حركة داريل، فبيطلب منه يروح يجيب له مشروب عشان يمشي من جنبه. وبيروح داريل يستخبى ورا باب المطبخ وبيحاول يسمعهم بعد ما بقى يسمع أقل الأصوات. وبيلاقي تايسون بيسأل سكوت عن ميزانية شركة معينة وبنشوف سكوت متوتر ومش عارف يرد. فبيروح داريل لترابيزتهم بعد ما بيسمع اللي قالوه بحجة انه يقدم لهم اكل زيادة كترحيب من المكان. وبيشكروا تايسون على الاكل وبيحاول داريل يتدخل في المكان من غير ما ياخدوا بالهم. فبيقول لي تايسون ان الشركات بقت بتخاف منه عشان الاسهم بتاعتها ما تهبطش. وبيقول مثال على كلامه بشركة شمادة اللي كانوا بيتكلموا عليها وانهم هيقعوا في السوق قريب جدا. وبيسأل داريل عن السبب اللي خلاه عارف كل المعلومات اللي بيقولها. فبيقول له داريل انه بيحب علم الاقتصاد ومهتم بكل حركة في سوق الاسهم. وبيقول له داريل معلومات اكتر عن شركة شمادة والسبب اللي هيخليها تهبط، وده بسبب الديون اللي على الشركة من اخر صفقة اسهم عملتها. وبيطلب سكوت من داريل يجيب له مشروب تاني عشان يمشي وما يلفتش انتباه تايسون، وبيطلب منه تايسون يجيب له حاجة ياكلها. وبيتكلم مع واحد من مديرين الشركة وبيقول له انه داريل شاب ذكي. وبيروح داريل المطبخ وبياخد جورنال منه وبيحطها قدام ترابيزة تايسون وسكوت وبيختبروه المدير في أرقام أسهم الشركات. وبيبص داريل بعينيه الخارقة على الجورنال وبيقدر يقول لهم كل أرقام الشركات صح من غير ولا غلطة. وبينبهر المدير وتايسون من مستواه. وبيكون سكوت مش طايق نفسه بعد ما داريل أخد انتباه كل اللي قاعد معاهم. وبتخلص الحفلة وبنشوف داريل وهو بيلم الأطباق من على الترابيزات وبيروح لتايسون والمدير وبيسأله تايسون ازاي قدر يسقط في الامتحان الأول وهو عنده كل المعلومات دي. فبيقوله داريل انه كان شغال طول اليوم عشان يقدر يدفع اقساط الجامعة بتاعته وده اللي خلاه ما يقدرش يركز في الامتحان. فبيقوله تايسون انه هيكون المتأهل السادس مع باقي المتأهلين في المسابقة وبيحاول سكوت يوقفه لكن تايسون ما بيركزش معاه. وبيروح لويدن علشان ياخد الجرعة الجديدة من المحلول، فبيديله ويدن الجرعة وبيحذره ما ياخدش جرعة زيادة عن اللي قاله عليها. وبيروح داريل الحفلة في النادي الاجتماعي اللي سكوت طرده منه قبل كده وبيقابل سكوت على باب الحفلة وبيقوله انه مهما عمل مش هينضم للنادي ولا هياخد الوظيفة في الشركة منه. وبيشوفوا المدير وتايسون وبيقولوا له انهم ما يعرفوش اذا كان داريل مشترك في النادي ولا لا. فبياخدوا سكوت وبيقول لهم ان داريل هيسيبهم ويمشي دلوقتي عشان معهوش عضوية. فبيوقفوا تايسون وبيقول لكل اللي في الحفلة ان داريل هيكون عضو جديد في النادي. وبنشوف تيم رايح الحمام وبيشوف داريل وهو بيحقن نفسه بالمحلول وبيفتكر ان داريل مدمن مخدرات. فبيخرج داريل من الحمام وبيقوله انه كان بياخد ادوية عشان بقاله يومين تعبان. وبيروح داريل تاني يوم لمدرب فريق الهوكي في الجامعة وبيقوله انه شاف فيديوهات اتعلم منها اللعب وبيطلب منه يديله فرصة تانية. فبيوافق المدرب وبيحطه تحت اختبار مرة تانية وبنلاقي داريل نجح في الاختبار ومحدش عارف يسجل في مرماه ولا هدف. فبيقتنع بالمدرب وبيضمه للفريق وبيقرر يشاركوا في مباراة هوكي قدام جامعة تانية. وبيقدم داريل أداء عالي وبيتصدى لكل محاولات الخصم وبيسجل فريق جامعته وبيقدروا يفوزوا في المباراة والسبب الأبرز بيكون أداء داريل فيها. وبنروح لتاني ماتش لداريل مع فريق الهوكي وبيكون تايسون موجود في مدرجات الملعب وبنشوف داريل وهو بيلعب ومش قادر يشوف حاجة قدامه وبيقدم داريل أداء سيء
وبيدخل فيه أكتر من 12 هدف. وبنعرف إن داريل خد جرعة زيادة من المحلول، وبيسيب تايسون الماتش وبيمشي بعد ما فقد الأمل في داريل. وبنشوف داريل رايح لتيم في ديسكو وبيطلب منه يلاقي مكان يقعد فيه عشان يذاكر، عشان اليوم اللي بعده هيكون آخر مرحلة في المسابقة ولازم يثبت نفسه ويعوض اللي عمله قبل كده. وبنشوف سكوت داخل مع أبوه أوضة الاجتماعات وجايب له خبراء في الاقتصاد عشان يذاكروا له قبل يوم المسابقة الأخير. وبنروح ليوم المسابقة وبيدخل داريل مكان المسابقة وهو لابس بدلة من السبعينات، وبيقول اللي بيحضروا انه لابس البدلة دي عشان عنده حساسية من قماش البدل الطبيعي، وبنعرف انه لابسها عشان ما كانش شايف كويس وهو بيلبس، وبيضحكوا على كلامه. وبنشوف امه واخواته حاضرين المسابقة، وبيروح داريل يقعد جنب باقي المتسابقين على الوظيفة، وبتبدأ لجنة التحكيم تصفي من المتسابقين الستة لحد ما بيفضل داريل وسكوت هما اللي بيتنافسوا بس. وبنروح لآخر سؤال في المسابقة واللي هيحدد مين في الاتنين اللي هياخد الوظيفة، وبيكون عبارة عن رسم بيان البنك فيدرالي وإيه الخطة اللي تجذب الناس للبنك عشان يبقى على مستوى أعلى من العملاء. فبيجاوب سكوت بإنه هيعلي سعر الفايدة، وبيتسأل من اللجنة هيعمل كده ليه، لكن ما بيعرفش سكوت السبب. وبنشوف تيم وجانيس داخلين المكان عشان يدعموا داريل، وبيتسأل داريل عن سبب رفع الفايدة للبنك وبيجاوب عليه بشكل ممتاز. وبيعلن تايسون فوز داريل في الوظيفة كمحلل اقتصادي في الشركة. وبنروح بعد يوم المسابقة بسنة وبنشوف داريل وهو رايح شغله في الشركة بعد ما قدر يحقق حلمه ويخلص من كل الديون اللي عليه هو وأمه. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. سلام.